وضعوا صورتها في الكعبة وعانت من مرض خطير. ايه هو اسوأ عام مر عليها؟ الفنانة عايدة رياض. اهلا بكم في قناتي اخبار النجوم مع ايمي. لسه ما اشتركش يشترك وحط اللايك والكومنت، اختكم محتاجة دعمكم. حابة اشكركم على دعمكم لقناتي، ويا رب يديمكم نعمة في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. الفنانة عايدة رياض اسمها عايدة رياض راغب شحاتة، مسيحية الديانة، ولدت في 23 يناير 1953. شاركت في العديد من الأعمال الفنية، ولكن في البدايات كانت راقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية. كان عمرها 14 عام. والدها شارك في حرب اليمن، وعندها 4 إخوات، من بينهم هدى زوجة الكابتن حسن شحاتة. بدأت عايدة رياض في سن صغير، لكنها حققت نجاحات كبيرة في عالم الفن والرقص، وأصبحت راقصة الفرقة الأولى. وفي أحد المرات التي كانت ترقص فيها مع الفرقة اللي أبدعت في فنون الرقص، شاهدها أحد المخرجين، المخرج أحمد ياسين، جذبت انتباهه وعرض عليها مهنة التمثيل. والبداية كانت في فيلم مع تحيات الأستاذ العزيز مع الفنان محمود ياسين والفنانة نيلي، وظهرت في فيلم عودة الابن الضال للمخرج يوسف شاهين في مشهد صغير. وكان فيلم أحلام هند وكاميليا الانطلاقة للفنانة عايدة رياض، والصعود بها إلى عالم النجومية مع المخرج الفنان محمد خان، اللي أعطاها فرصة البطولة بجانب الفنانة نجلاء فتحي، إلى جانب دورها في فيلم الكتكات مع الراحل الساحر محمود عبد العزيز. أصبحت الفنانة عايدة رياض فنانة ممكن أن تحمل اسم بطلة، وممكن كمان إن هي تمثل أدوار صعبة مع نجوم كبار زي أحمد زكي ونور الشريف وعادل إمام ومحمود عبد العزيز. كانت أولى زيجتها من محرم فؤاد، وكشفت سبب ارتباطها بالفنان محرم فؤاد. قالت بالرغم من فارق السن الكبير بيننا، كان بغرض استفزاز شخص آخر كانت بتحبه، كانت مرتبطة بيه، لكن كان في بينهم مشاكل على اختلاف الديانة. وأضافت الفنانة عايدة رياض وقالت: أنا كنت صغيرة في العمر، كان عندي 19 عام، وأردت أن أقيم حفل خطوبة وزواج غرض استفزاز حبيبي، ولكني لم أستطع الهروب من هذه الزيجة التي استمرت 12 عام مع المطرب الفنان محرم فؤاد. بدأت الخلافات بعد مرور 8 سنوات على الزواج بسبب رغبتي في العودة للتمثيل، وان الفنان محرم فؤاد كان رافض الرجوع للتمثيل. حكت الفنانة عايدة رياض وقالت: انا كنت بشعر بالضيق لعدم الانجاب، وكان محرم موعدها بالعودة الى التمثيل، وخالف كلامه بعد الزواج، ورفض عودتها للزواج، وشعرت بالملل لانها بتقضي معظم وقتها في المنزل، وخاصة انها لم ترزق بالاولاد، ما كانتش متعودة على الجلوس في البيت. كانت بتلعب جمباز، وكانت مشاركة في فرق تمثيل على المسرح، وبالرغم من ذلك جلست في المنزل لمدة 12 عام، وهي فترة زواجها من المطرب الراحل محرم فؤاد. أكدت الفنانة عايدة رياض إنها تعرضت لعقدة نفسية خلال زواجها من الفنان محرم فؤاد، قائلة: محرم زوجي الوحيد، أنا اتعقدت من الزواج، ومحرم كان كويس، ولكن فرق السن كان مشكلة، هو كان بيحبني أو بيغير عليا قوي، ولكنه كان قافل الدنيا عليا، والحياة كانت صعبة قوي. وعن حكاية جوازها من الفنان أحمد بدير، قالت الفنانة عايدة رياض: دي إشاعة، دي كانت أيام مسرحية تكسب يا خيشة، أنا كنت هسيب المسرحية لهذا السبب ولهذه الإشاعة. حكت الفنانة عايدة رياض عن معاناتها مع مرض السرطان في المثانة، واللي أخفت إصابتها بهذا المرض، مؤكدة أن المرض كان في حجم الزتونة، وأنها أجرت جراحة بالمنظار، وبعد الفحص والتحليل اكتشف أنه ورم خبيث. وأضافت: ذهبت للدكتور شهير وأستاذ في علاج الأورام، وأخويا سمير هو اللي كان عارف بس كل اللي مريت بيه، وتعالجت. وبعد أول جلسة كيماوي أخويا سمير قال لي: هو أنت هتعملي فيها عيانة؟ فوقي كده وقفي على رجليكي. نزلت وعملت مسلسل حالة عشق مع مي عز الدين، الدكتور قال لي: البسي باروكة عشان الكيماوي. كنت عاملة أخت بوسي في مسلسل، وطلبت منها 3 أيام ما كنتش هقدر اشتغل فيهم، وما كنتش عاوزة اقول لحد اني مريضة سرطان. وقالت الفنانة عايدة رياض ان الممرضات كانوا بينادوها عشان تتصور معاها اثناء جلسات الكيماوي، وكانت بتطلع لهم وهي شايلة محلول الكيماوي. وبعد ما خلصت الكيماوي الدكتور قال لها لازم تعملي مثانة صناعية، والموضوع ده صعب جدا، ان المثانة النسائية اصعب من الرجال، ولازم تسافري فرنسا تعمليها فيها. اكدت الفنانة عايدة رياض ان هي دعت ربنا وقالت: يا رب اشفيني، انا متوكلة عليك. وقلت للدكتور انا مش هعملها. وعدت الحكايه. الازمه الاكبر في حياه الفنانه عايدة رياض، وهي ما عرفت اعلاميا بقضيه الكومبارس، تم القبض عليها مع 6 من الكومبارس بتهمه ممارسه الدعاره، والكلام ده كان سنه 1982، وكان منهم الفنانه ليلى يوسف، وتم معاقبتهم لمده سنه حبس للقيام بأعمال غير لائقة في أحد الأماكن بمصر الجديدة. وظلت عايدة رياض 3 شهور في السجن القناطر، وتم الإفراج عنها في محكمة الاستئناف. وبعد أن تم براءتها قام الفنان محرم فؤاد بعمل حفل كبير عشان يثبت لكل الناس حبه لها ووفائه لها وثقته فيها. أكدت الفنانة عايدة رياض إن حبسها كان مبني على غير الحقيقة، وقالت كمان إن هي بترفض فتح القضية مجددا،
لان ده مش هيعود لها كرامتها تاني اللي اتسلبت وقتها والايام اللي قضيتها بين جدران السجن. الفنانه عايده رياض ابدت استيائها من عمليات التجميل المنتشره، معلنه رفضها لهذه العمليات باستثناء وجود عيوب او مشكله في الجسم. وانتقدت الفنانه عايده رياض هوس الفتيات بعمليات التجميل، واكدت خوفها من عمليات التجميل، واكدت انها لم تخضع لاي عمليات تجميل طول حياتها. الفنانه عايده رياض بتمارس الرياضه وبتهتم بنضاره بشرتها وبتتبع نظام غذائي وممارسه الرياضه بانتظام. اكدت الفنانه عايده رياض ان هي ما بتحبش تقوم بادوار الشر عشان الجمهور ما يكرههاش. ندمت الفنانه عايده رياض على عدم الانجاب وقالت كل ست بتتمنى الانجاب، هي مخلوقه من اجل الانجاب. اوضحت ان الموضوع نصيب وهي راضيه. وكشفت الفنانة عايدة رياض عن وقوعها في الحب 3 مرات بعد وفاة محرم فائد ولكنها لم تتزوج. أكدت كمان إن الحزن في حياتها أكتر من الفرح، وقالت أنا من كتر الحزن دموعي نشفت، دلوقتي قلبي اللي بيبكي، عندي حزن كبير في حياتي وبحاول أضحك، تعودت على الوحدة والشغل. وعن أغرب موقف عاشته في حياتها إن لقت واحد عمل لها عمرة وكتبت له وقالت له ده انا مسيحيه. وعن علاقتها بالكابتن حسن شحاته قالت ده جوز اختي وانا خاله لكريم واسلام ولاد الكابتن حسن شحاته من اختي هدى. بنتمنى كامل الصحه والعافيه للفنانه عايده رياض.